نحكيو كان على تداعيات سلبية، ونحكيو زاد على برشا أزمات في وسط القطاع هذايا. الناس عندهم منشآت سياحية قرروا باش يسكروا، فما عباد آخرين اللي قاعدين في حالة هكاكا معناتها قاعدين باهتين وبرا في شنو الإجراءات اللي تنجم تصير والخدامة نتاعهم. فما برشا من 70 خدام يوصل يخدم بثلاثة وأربعة خدامة فقط، مصير ال60 ولا ال65 الآخرين اللي خرجوا الشارع ويقعدوا يحوسوا في ال200 دينار من عند الدولة. هذا بيان سور إذا كان استجابت وعطاتهم هال 200 دينار. دونك الوضعيه اليوم صعيبه، هذاك علاش من بعد شويه باش يكونوا معنا زوز من اصحاب المنشات السياحيه في سوسه نحكيو معاهم على الوضعيه اللي وصلت لها السياحه ولا القطاع السياحي في ولايه سوسه. سينو قبل هذايا باش نمشيو للمهديه، تحديدا للمدينه الجميله الشابه اللي تعرفت في الايامات اللي فاتت بالاحتجاجات خاصه على الصعيد الرياضي، ووصلت حتى لاحتجاجات اجتماعيه وغيره. اما نسينا ولا تنسينا شويه الوضع الوبائي والصحي في المدينه هذيا بعد الاحتجاجات وبعد اللي صار الكل. هذاك علاش اخترنا اليوم في زوم 73 باش نسلطوا الضوء على اللي صار في الشابه، ونحكيو تحديدا على الوضع الوبائي في جهه الشابه في اخبار الساحل. اخبار الساحل في زوم 73. معنا دكتور حازم الحداد رئيس دائره صحيه بالشابه. صباح الخير ومرحبا بك على موجات نجمه فام. صباح الخير ونرحبوا بجميع مستمعي نجمة فام، ونشكركم على تسليط الضوء على مدينة الشابة بصفة عامة وخاصة الوضع الصحي، على خاطر المواطن لهنا بدا يشك انه مدينة الشابة تتبع الجمهورية التونسية. الشابة تتبع الجمهورية التونسية بيان سور، ديما على راسنا وعينينا الأهالي في الشابة، ونحكيو ديما على الشابة في كل شيء، سبور، اقتصاد، غيره، مدينة ساحلية، واحنا نهتموا ديما بالشأن الجهوي ذي على مستوى نجمة فام بيان سور نأكد. دونك اليوم دكتور نحبوا نحكيو ونطمئنوا شوية على الوضع الصحي في الشاب. أنا اللي عرفته من بعض الناس اللي في الشابة يقولوا لي اليوم إنه الاحتجاجات هذيك ما تعدتش مرور الكرام، إنه الاحتجاجات اللي صارت والتجمعات اللي صارت في الايامات اللي فاتت في الشابه انعكست على الوضع الوبائي في الجهه. واليوم نحكيو على اصابات متعدده بفيروس كورونا. قداش عدد الاصابات اليوم دكتور؟ اليوم عدد الاصابات بالضبط عندنا 146 حاله ناشطه معناها كوفيد بلس. منهم نحكي تعطيك فكره صغيره، 4 حالات مقيمه بمستشفى طاهر صفر، منهم حاله بحاله تنفس اصطناعي و3 حالات مقيمين بالقسم الانعاش، وعندنا حاله وفاه. ونعطيك فكره صغيره زاده على تطور الوضع الوبائي. في شهر جويلية كان عندنا حاله برك، شهر اوت طلع شويه 9 حالات فيو عمالنا بالخارج رجعوا. دونك شهر سبتمبر 3 حالات تقريبا. 3 شهور هذوما كان الوضع الوبائي باهي برشا وكانت الشابه في ولايه المهديه حاله في 3 اشهر بالضبط. وكانت الشابه في ولايه المهديه من اخر المعتمديات المصنفه في الكوفيد. نجيو لشهر اكتوبر سجلنا 40 حاله. شهر نوفمبر نحكي لك هذا البي سي ار، خاطر هذا البي سي ار وقت نعملوا كان البي سي ار. دونك اكتوبر 40 حاله في الشهر، نوفمبر 40 حاله في الشهر بي سي ار نحكيها، مش تيست رابيد بور لو مومون. ديسمبر 80 حاله الى حد الان، ديسمبر بي سي ار هذا. من 80 حاله نتاع شهر ديسمبر ثم 40 حاله شفاء وكملوا الكونفينمون. دونك فضلوا 83 حاله في ديسمبر بالضبط، 83 حاله نحينا منهم 40 حاله شفاء، فضلوا 43 حاله. هذايا بالنسبه للتيست تيست بي سي ار. في اثناء ذلك بين 12 و 19 ديسمبر الجمعه هذه قمنا بالتيست رابيد. عملنا حمله كبيره الحقيقه لهنا، بدينا احنا كمستشفى الشابه، وبعد الحقيقه نهار 19 عملنا حمله كبيره وجاوا عاونونا الحق الاداره الجهويه، نشكرهم لهنا بالمناسبه. بعثوا لنا فريق صحي من الاداره الجهويه وعملنا حمله كبيره، والنتائج تاعها مازالت ما خرجتش، بدات تخرج خاطر عملنا عدد كبير من التحاليل تباعا قاعده تخرج من البارح. نعطيك لهنا من 12 ديسمبر اول نهار بدينا فيه اللي تيست رابيد. نهار 12 ديسمبر عملنا 15 حاله ديتيكتي، دونك انا ديبيستي 15 حاله. نهار 15 ديسمبر 3 حالات لهنا على خاطر راهو العدد ينقص. دونك تلقانا الله غالب العدد نتاع التيست. دونك احنا مربوطين بالعدد اللي يعطيوه لنا، مثال 3 على 7 عملنا 7 تحاليل لقينا 3. نهار 16 9 حالات، نهار 17 35 حاله، ونهار 18 20 حاله، ونهار 19 21 حاله. كي نحسبوا بين 12 و 19 في ضوء اسبوع عايننا 103 حاله تيست بوزيتيف. 103 نزيدوهم 43 حاله اللي هما اكتيف يجيو 146. دونك عندنا في الشابه توا 146 حاله ناشطه بورتور دو فيروس.
146 حاله حاله نشطه، راهو نحكيو تقريبا على اللي هو رقم قياسي. كي نحسبوا الشابه ضم 30,000 ساكن، وبالنسبه لوزاره الصحه الشيفر نتاعها يقول لك 200 على 100,000 ساكن تدخل الزون روج اللي يلزم حظر صحي شامل. من 200 على 100,000 تحسب 30,000 الشابه، تلقى الماكس 75. معناها الشابه احتمال نتاعها الماكس 75 حاله على 30,000 ساكن وندخلوا في الزون روج دونك للحظر الشامل. احنا وصلنا توا اكثر من الدوبل نتاع ال 75. دونك الحاله الوبائيه حاله خطيره، باش ما نقولوش حاجه اخرى. معناها حاله صعيبه شويه، نقولوش خطيره نقولوا صعيبه برشا. دونك عملنا اخر نهار حمله كبيره، عملنا 150 تيست رابيد وعملنا 150 تيست بي سي ار. البارح طلعوا لنا من 47 تحليل عندنا 12 حاله تقريبا 20%. دونك تقريبا المواطن على 5 تو في الشابه يحمل الفيروس. دونك الحاله الحقيقه ما طمنش بالكل. اليوم معناتها مواطن على 5 مواطنين في الشابه يحمل الفيروس. اللي نعملوا اللي اكثر ديجا شويه، اما احنا حسبنا نتاع البارح برك وناد في بلي الحقيقه في بريود معينه. دونك نعطيك فكره اخرى زاد يكونوا 80% من التيست رابيد هما نساء، على خاطر المصانع فريمون اللي معناها اللي تي اتنت فاسون المصانع ضربت برشا. عندنا زوز مصانع تسكروا، وعندنا مصنع في توره للتسكير اليوم ديجا فات لي نورم، وعندنا مصنع اخر زاد كيف الحقيقه. المصانع في الشاب المعامل معامل التكستيل، المعامل ماهيش محترمه البروتوكول الصحي. الحمد لله. من ناحيه التعليم عندنا 4 حالات في الاطار في كلانذا 5 حالات بالضبط، 5 حالات كلانذا. وفي الاطار التربوي الحمد لله ما عندنا حتى حاله. ان شاء الله يا رب نكملوا هالنهارين هذوما نتاع الامتحانات الصغار، وبعدين ان شاء الله تاخذوا الاجراءات اللي لازم تاخذوها. في الاطار الصحي زي نعطيكم ديتاي معناها دكتوره. انا نسمع منك في تفاصيل مش معناها كي تغيرنا. عاش قلت لك انا شاب بلاد مغيبه، انا نقولها مغيبه على خاطر كان جات بلاد اخرى اللي صار في الحامه كان اقل من هكا. صحيح. وقامت القيامه وعملوا اوبيتال ميليتير وعملوا. احنا في الشاب عاش قلت لك المواطن مع المواطن العادي يقول لك احنا معناها ما حسوا بشيء، ما فماش لا اجراءات لا احنا بيتنا حتى مش مواطن حكايه الامن وغياب الامن والحمد لله. معناها لا نشكر اهالي الشاب على خاطر بينوا من الوعي والتحذر اللي ما صارش حتى بلاد معناها في تونس وفي العالم. حتى معناها من غير امن مده 3 أسابيع توا الشابه من غير امن. واني دكتور ونشوف عدد الاعتداءات وقص، صدقني عدد الاعتداءات وقص في الشابه. يمكن ولينا نخافوا على بعضنا شويه وردوا بالنا على بعضنا تصورت حتى عدد الاعتداءات. عايشين وحدكم معناتها في الشابه؟ عايشين وحدنا. ما انا قلت لك عايشين وحدنا في الشابه، عايشين وحدنا. المواطنين يقوموا بكل شيء بون بلوز موان الوعي زاد راهو. اما الحمد لله معناها في بلايص اخرى من غير ما حرقوا وعملوا ودخلوا على المغازات. ما فما حتى اعتداء، ما فما حتى بلاره تكسرت كما قال المواطن. معناها قال بلاره تكسرت ما تكسرتش. ما فما برشا حوايج نقاط استفهام الحقيقه على الشابه والتعاطي مع مدينه الشاب. اما الارقام هذيا خطيره. انت ما حبيتش تسمي الوضع الوبائي خطيره، ما نسميها خطير وقت نحكيو على مواطن على 5 مواطنين مصاب بالفيروس، وقت نحكيو على في جمعه من زمان 103 حاله ايجابيه في الشابه اللي هي كانت اخر معتمديه في ترتيب الاصابات في ولايه المهديه. دكتور اليوم انت قلت لنا على المصانع اللي هي 80%، قلت لي نسبه الاصابات في صفوف النساء اللي يخدموا في المصانع. تسكير 2 مصانع واليوم جاري تسكير مصنع ثالث فيه عدد كبير من الإصابات. الاحتجاجات ساهمت ولا ما ساهمتش في تفشي الفيروس؟ والله الاحتجاجات هنا حاب نحكي عليها بإطار الله غالب أنا شابي وما نجمش نحكي معناها من غير ما تنجمش تكون نوتر. ربي يهدي، ما نجمش تكون نوتر خاطر الحقيقة هي مش حكاية نوتر. الحق باهي ابار كوني شابي، ابار كوني نغير على ولاد بلادي وكل شيء وعلى الجمعيه اللي صارت لها اشكاليه. احنا عطينا صحه المواطن قبل كل شيء. وهنا زاد نشكر التنسيقيه نتاع هلال الشاب اللي وقفت الاحتجاجات وكانت منظمه هابطه لتونس. والحقيقه مراعاه لصحه المواطن اجلتها الى حين يعطيهم الصحه. الاحتجاجات ومدى تاثيرها معناها اكيد راهو فما. ما نجمش نقول لك نكون ديسيزيف انا نقول لك الاحتجاجات هي جابت لنا الفيروس والفيروس جاي من تونس ولا جاي من مكان اخر. لكن شنو سبب الاحتجاجات؟ شكون المسؤول على الاحتجاجات؟ هو اللي لازم يتحاسب في البلاد هذه. الوضع الصحي في الشابه كان وصل لنا. لو فرضنا صاروا احتجاجات ونقولوا لو فرضنا الفيروس جاء من الاحتجاجات، اسكو الاحتجاجات علاش صارت؟
المواطن لهنا يحس بالظلم ويحس حقيقه بالقهر واوبليجي معنا حتى لهنا يصعب علينا حتى رأية المواطن على خاطر في احتجاج كبير مهما كان يقول لك اني مظلوم واني مقهور ما تقوليش البس ماسك وما تقوليش ندير شنو وفهمني معناها فريمون يولي حتى التوعيه نتاع المواطن تصعب شويه يقول لك اني الحمد لله لا كسرت لا حرقت لا عملت حتى شيء دونك اني معناها حقيقه انا نرجع نحمل مسؤوليه للجامعه التونسيه لكره القدم والسيد المسؤول على الجامعه ما نحبش نذكر اسمه الحقيقه على خاطر الوضع الصحي في الشابه والتدهور الصحي وارواح ناس. احنا في سيرفيس كوفيد رقدنا 12 مريض منهم زوز مرضى رجعوا الهديه عديناهم الهديه والحمد لله 10 مرضى رجعوا لديارهم. الاكسجين ما فماش في الشابه، لي بواط دوكسيجين وفاو لي فلاكون معناها الحمد لله. احنا في الشابه كما قلت لك احنا ياسر نتعاملوا مع بعضنا ونحبوا بعضنا وما عندناش مشاكل. نعطيو للمواطن الاكسجين يهزوا للدار دونك عنده لي مويان يجي يبات بحثنا نشوفوه حالته مستقره وكل شيء يخير يقول لك انا خليني نقعد في داري وكل شيء وبالله يعطيني الاكسجين الحق نعطيوه الاكسجين ورجع لنا لحد في الوقت الحاضر ما عندناش اكسجين. خدينا من سبيطار بحثنا من سبيطار منلولش. بربي الاداره الجهويه للصحه في المهديه على علم بالوضع الصحي ما على علم الحقيقه في وسائل الاعلام الاداره الصحيه الاداره الجهويه للصحه الحقيقه قايمه بالواجب معنا. احنا موفرت لنا واقفه معنا وبالاطار الطبي بعثت لنا خاطر حست كولوني دي بوردي الحقيقه وهي نشكر بصوره كبيره برشا الاطار الشبه طبي والطبي مدينه الشاب على خاطر عملوا مجهود اكسترا اوردينير. يقولوا لي كلمه مدام نصف من علي قلت لهم اللي صار في الشاب بدي شيفر اكسبسيونيل معناها كيفاش عملوه التحاليل هذه في معناها حقيقه طلع عدد نمبر كبير برشا عملناه. والحقيقه لهنا فما زوز من الناس حاب نشكرهم بصوره شخصيه وبصوره كبيره برشا هو ناظر الدائره السيد نجيب منصر والسيد كمال قرباش الطبيب الاول حقيقه عملوا مجهود كبير برشا اضافه الى الاطار الطبي كله من مدير المؤسسه الى اول عام الى العام البسيط في المؤسسه حقيقه يعطيهم الصحه الناس الكل. شكرا ليك انت زاده دكتور. وربي اخر كلمه نقول ربي ان شاء الله توفى المنحه هذه وان شاء الله ترجع الشاب المدينه الطيبه الجميله اللي الناس كل تجي تصيف فيها وتجي وتحبها. نجيو باذن الله ديما نحبوا الشابه ونجيو نصيفوا فيها ونجي وندعموها زاده وقت الاحتجاجات ونحكيوا عليها مره اخرى الحقيقه خاطر انت يكون اول واحده اللي حبيت تحكي على مدينه الشابه وعلى المشاكل تاع مدينه الشابه. احنا في نجمه فهم ديما نواكبوا اللي صاير في الشابه. شكرا لك يعطيكم الصحه وربي يعينكم. يعيشك. شكرا لك دكتور حازم الحداد. حكينا شويه على الوضع الصحي والوبائي في الشابه. كنا نحكيوا على احتجاجات اليوم نحكيوا على ارقام خطيره وقت اللي يقول لنا تسكير 3 معامل فيهم عدد كبير من الاصابات. وقت اللي قلنا الدكتور انه فما 5 مواطنين على مواطن على 5 مواطنين مصاب بفيروس كورونا في الشابه. وقت اللي قلنا ما فماش اكسجين في الجهه. وقت نحكيو زاد على انه 75% بدينا ندخلوا للمناطق الحمراء في علاقه بالفيروس هذايا. بربي لفته من وزاره الصحه للي قاعد يصير في الشابه. الاحتجاجات في جهه، مشاكل الكوره في جهه، ولكن ارواح العباد زاده ما لازمناش نعديوها هكاك ان بيرسو ولا نستهزئوا باللي قاعد يصير. 11:20 دقيقه. مرحبا بكم الناس الكل. هذه زوم 73 تحبوا تتفاعلوا معنا 73 278 600. انتم اذا كان تخدموا في القطاع السياحي وعندكم اشكاليات خرجتوا من خدمكم فقدتوا موارد الرزق نتاعكم كلمونا على 73 278 600. بعد شويه باش نحكيو مع اصحاب منشآت سياحيه في سوسه على الوضع السياحي في الجهه.